السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة مطبخ مستر شيف، حلقة جديدة ويوم جديد. لو انت أول مرة تشوف القناة متنسيش تشتركي في القناة، ياريت نهتم باللايك ده علشان بنشر فيديوهات. محتاجة رأيكم في الفيديوهات اللي فاتت. النهاردة عندنا حاجة حلوة أوي هنعملها بتلات مكونات بس، مش هنعمل أكتر من كده. كيكة البوريو. تمام يا جماعة، أنا عندي هنا 5 بكاوي من البوريو. أنا هضربهم كلهم في الكبة. أنا عشان ما عنديش كبة كبيرة أوي عشان احط كل مره واحده، لا انا هكسرهم الاول في الكبه وبعد كده ارجع تاني اضربهم في الخلاط. تمام كده يا جماعه، وبعد كده ارجع لكم تاني. ضربنا البوريو زي ما انتم شايفين اهو يا جماعه اهو. هنحط كمان باكت بيكنج باودر. هو بالظبط تحسوا ان هو كيكه بالظبط، مش غير كده، بس بسيطه جدا. تنشف في 10 دقايق. طبعا جو ساعه اليومين دول، عايز تعملي حاجه حلوه للولاد تقوم تعمليها كده. حطينا باكوت البيكنج باودر، مش هنحط سكر طبعا، اسمه ده البسكوت كله سكر. وهنحط كمان كوبايه حليب بس. تمام كده يا جماعه. يبقى حطينا بيكنج باودر، حطينا كوبايه حليب، هنضربه ضربه كويسه في الخلاط وارجع لكم تاني. خلاص ضربناها في الخلاط بتاعنا، وبعد كده طبعا انا بايركس هنستخدم فيه الكيك بتاعنا. ماشي، بصوا يا جماعه، هو السمك ده بتاع كيكه البوري اللي بقول لكم عليه. بصوا يعني ولا فيها اي حاجه، حاجات بسيطه خالص وسهله. هتحط في الفرن على 180 رف اوسط ب 20 دقيقه بالظبط. بس كده، ما حطيناش دقيق، ما حطيناش بيض، ما حطيناش سكر، ما حطيناش اي حاجه خالص. سهله وبسيطه جدا. هننزل بس كده عشان ايه، يبقى لازق من تحت كده. وانا كده شغاله كنت مولعه الفرن علشان ايه، ان نحطها فيها. في تاني خطوه بقى ليها اللي هي الشوكولاته. هنعمل الشوكولاته اول ما نحطها الفرن نعملها مع بعض. بس كده حاجه بس نوزعها كده. طبعا هي مش كيكه، بس لازم نوزعها كده عشان ايه القاع بتاعها لو في اي حاجه. كيكه اهي بتاعت البوري اهي طلعت، خلصناها خلاص من الفرن زي ما انتم شايفين. بصوا عامله ازاي. طبعا هي عامله كده علشان ولا فيها دقيق ولا فيها لبن بزياده ولا فيها اي حاجه. هي الست باكيتات الاوريو، سوري معلش، البوريو، والباكيت البيكنج باودر، وكوبايه اللبن، بس كده. هنركن بقى الكيكه دي على جنب ونعمل الصوص الشوكولاته الاقتصادي بتاعنا. حطيت هنا هو نص كوبايه من الايه، من السكر، وهحط كمان فانيليا. تمام. وهنحط كمان 3 معالق من الكاكاو الخام غير محلى، عشان لو محلى يبقى كده مش هنحط سكر. تمام يا جماعه. حاجه سهله وبسيطه جدا، مش تاخد معاكي اقل من 5 دقايق وتطلع حاجه تحفه وعظمه بجد. وبدل ما نجيب شوكولاته ونسيحها، لا، الكاكاو ده تحفه بجد. بس كده. وهنحط كوبايه بالظبط من اللبن. بس كده نقلبهم تقليبه كويس عشان مفيش حاجه، اي حاجه فيها تكون فيها كبسولات اي حاجه. بعد كده نرفعهم على النار، بعد كده نرجع بعض تاني. زي ما انتم شايفين حطيناها على النار، زي ما انتم شايفين اهو. دي بقى ايه، الشوكولاته اللي هي الاقتصاديه. بصوا حتى الكاكاو بتاعي اللي انا بجيبه، بصوا يا جماعه عامل ازاي. تحسوا ان هو يعني غامق جدا كانه شوكولاته. بس كده هو ده القوام. كده خلاص خلصنا الشوكولاته بتاعت البوريو بتاعتنا. هنحطها بقى عليها ونشوف الجمال بعد ما نخلص خالص. ننزل بقى كده صوص الشوكولاته بتاعنا. بصوا بقى يا جماعه، حاجه تحفه بجد والله. يعني ولا تجيبي بقى شوكولاته من بره ولا تجيبي اي حاجه، شويه بسكوت هتعملي العظمه اللي احنا عاملينها دي كلها. في وقفه بقى طبعا الشتا دي الجو بيبقى ساقعه وكستانين والكلام ده كله. بس اهم حاجه طبعا انا سبت زي ما قلت لكم الكيكه تبرد شويه، بعد كده حطينا عليها صوص الشوكولاته اللي انتم شايفينه ده. بصوا بقى يا جماعه، ريحتها تحفه بجد، ريحتها وهم. اي حاجه فيها شوكولاته دي حاجه طبيعي، اي حد يحب الحاجه اللي فيها شوكولاته. نوزع بقى كده ايه صوص الشوكولاته بتاعنا بالراحه كده. احنا عاملينها بس كطبقه بس عليها، مش عاملينها زي كميه. وفي نفس الوقت برضك اللي تحت دي الكيكه البوريو مش وزي ما قلت لكم ولا عليها دي ابيض ولا عليها بيض ولا عليها اي حاجه، عشان كده هي السمك ده بتاعها. نسوي بس كده الاطراف كويس. عايزاكم بس يا جماعه تقولي رايكم بجد في الحلاوه دي، تكتبوا لي في الكومنتات. زي ما شايفين كمان كسرت كده كيسين من الاوريو بتاعنا. ماشي، وهنحط دي كمان كده في النص كده. دي حاجه كده جميله كده. ايه ده جمال ده يا جماعه، بذمتكم مش حاجه تحفه؟ مكونين بس في البيت هتعملي احلى.
بمكونين بس يا جماعه هنعمل احلى كيكه البريو زي ما انتم شايفين، حاجه اقتصاديه وسهله وبسيطه. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه، واستنونا الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.